لا تستخدمي الكثير منه لأن هذا سيجعله مبيضا جدا. هذا الصابون المنزلي الصنع سيجعل بشرتك تبدو أفتح، يضيء البقع ويخفف من البشرة المتضررة، كما سيساعد على تقليل التجاعيد. هذا هو السر الياباني لتفتيح وتبييض البشرة في 15 دقيقة. من أول استخدام ستلاحظين كيف ستشعر بشرتك بالنظافة والنعومة والترطيب والخلو من الشوائب. سنبدأ صابون التفتيح المذهل عن طريق بشر صابون الدوف. يمكنك استخدام الصابون الذي تفضلينه. أنا أستخدم صابون دوف لأنه ممتاز لجميع أنواع البشرة، ويحتوي على ربع كريم مرطب سيساعدنا على ترطيب بشرتنا وجعلها تشعر بمزيد من النعومة وتبدو أفضل بكثير. يحتوي صابون دوف على عوامل ترطيب تساعد على إبقاء البشرة ناعمة ومرنة. تركيبته مصممة لتنظيف البشرة بفعالية دون التسبب في الجفاف، وفي الوقت نفسه تساعدنا على تفتيح البشرة. سنضيف الصابون المبشور إلى وعاء، وفي نفس الوقت نضيف نصف كوب من الماء الساخن ونخلط. هذا سيساعد الصابون على الذوبان بشكل أسرع ويعطي قواما يشبه القناع أو الصابون السائل. إذا وصلت إلى هنا وكنت تتابعين وصفتنا فهذا يعني أنك حقا تحبينها، لذا اتركي لي رسالة هنا تقولين فيها: أريد تفتيح منطقة في جسدي لأرسل لك تحية خاصة. سنتركه ليقف لمدة 5 دقائق، ومن ثم يجب أن يبدو الصابون السائل على هذا النحو. الآن سنضيف ملعقة كبيرة